التسويق نخله. انا في رايي براندنج او التسويق انا بشبهه بالنخله. النخله تفكر كده، تزرع نخله بتستنى من 3 سنين ل 5 سنين على ما النخله دي تطلع بلد. في خلال الثلاث سنين دولت انت بتروي النخله، تصرف عليها وانت لسه ما شفتش منها اي نتيجه. تفضل 3 سنين تحط فلوس في الارض مستني البلح يطلع. لكن النخله بعد الخمس سنين او الثلاث سنين اول ما بتطرح، النخله دي بتعيش من 50 ل 60 سنه، بتفضل تنتج 50 60 سنه. لو انت اهتميت بيها صح 3 سنين الاولانيين هتفضل تدي لك انتاج كويس طول العمر. يبقى انا لما بشتغل على البراند او على التسويق انا محتاج ان انا اهتم جدا بكل العناصر اللي تنجح البراند ده. مش معنى ان انا صرفت واهتميت لمده معينه سنه، احنا بنتكلم عن النخله 3 سنين، لكن ممكن البراند يبقى محتاج سنه مجهود ومصاريف كرييتيف واهتمام جامد جدا بكل تفاصيله علشان يبقى في بيزنس موجود على الارض. هو بعد بقى ما بدا يطلع بلح النخله دي، صاحب النخله دي ما بيديش بقى النخله دي، ما بيصرفش عليها. اولا هو لو ما سقاش النخله هتموت. فانت لو عندك بيزنس اهتم بيه من وهو صغير اهتمام قوي جدا، وركز جدا في انك تعمل كل حاجه صح، وافضل مراعيه ساعده في انه ينمو. انا السنه دي عملت نتيجه معينه، المدير بقى اللي معاك هيقول لك والله احنا بدانا بصفر وصلنا لمليون، السنه اللي بعدها لازم يكون عندي هدف ان انا احقق 2 مليون. ازاي هزود النمو بتاعي، ازاي هكبر البيزنس بتاعي بكذا اتجاه. في ناس بتكبر راسي وفي ناس بتكبر افقي. يعني هنتكلم في فيديوهات تانية عن ازاي اكبر البيزنس بتاعي.